السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات إشراق. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يصيبكم بحالة جيدة ان شاء الله. واليوم قررت نجيب لكم غراتان بطاطا مقلية بولياشي لا بيشاميل. ان شاء الله اتنى لاعجابكم وتسيو هاد الغراتا، وصفة بزاف سهلة وبنينة. وكالعادة دائما نروحو نبداو في الطريقة الاولى واللي هي تحضير الحشو. اول حاجه هنا حطيت المقله تاعي على النار، ضفت لها حوالي 4 ملاعق تاع الزيت. هنا سخنت لي مليح، ضفت لها انا حبيبه بصله رحيتها مليح في الاشواغ، نحمس مليح البصل تاعي في الزيت. هنايا كنت ضفت بولياشي حوالي يعني انا هنايا درت صدر كامل، تنجمي ديري او تقدري ديري صدر، عفوا نص صدر، انا هنا درت صدر كامل. لي زيبيس درت هنا فلفل، عفوا درت راس الحانوت المرقه البيضاء، درت فلفل اسود، بطبيعه الحال ما نساوش الملح. فوالا ونخلط كامل المكونات. هنايا اضفت شويه قرفه، معدنوس، نحرك كامل المقادير مع بعض هكذا باش يدخلوا كامل التوابل في صدر الدجاج. فوالا كالعاده دايما في الاول دايما نقول لكم لازم نحمصوا. هلا نقعد نخلط في الخليط تاعي كما راكم تلاحظوا، نقعد نخلط فيه يعني حتى يتخلط لي كامل المكونات مع بعض او مام طو راهي تتحمس. فوالا دوكا هنا نغطيها نخليها زيد تتحمس لي مليح. البنات هنا نسيت باش نضيف في الاول شويه كركم، نضيف له هنايا شويه كركم. وهنا كما راكم تلاحظوا ضفت هنايا نص كاس تاع الماء، نص كاس تاع الماء. فوالا نضيف الكركم باش ياخذ لي هذاك اللون اللي نحبه الاصفر. فوالا نزيد نخلط هكذا باش يزيدوا يتخلطوا كامل مع بعض. وصفة بزاف سهلة واقتصادية وبنينة، خاصة اذا كان جا عندك كاش ضيف اكيد راك حتقدري طيبيها وتحطيها وتستعمليها كذلك، او تحبي طيبيها في رمضان. وصفة بزاف سهلة. فوالا من جهة نروحو نوجدو لا بيشاميل تاعنا. الوغ هنا حطيت كاسرونه على النار، حطيت لها حوالي 2 ملاعق كبار تاع الزبده، نخليها تذوب كيما راكم تلاحظوا حتى تذوب لي تماما فوق النار. ومن الاحسن ما تزيدوش بزاف للنار، من الاحسن خلوها تذوب في غردها باش ما تنحرقلكش الزبده. هنا بعد ما ذابت لي الزبده تاعي ضفت لها حوالي 2 ملاعق كبار فرينه، 2 ملاعق كبار فرينه. نقعد نخلط بالفوي حتى تشرب لي كامل ذيك الزيت وتنسجم لي الفرينه مع الزبده. من الاحسن ما تنحيش يدك كامل عليها، ما تغفليش عليها كي تخدميها، التهي بيها ماشي يدك من نومن، التهي غير بلا بيشاميل تاعك. هنا كما راكم تلاحظوا هنا راح نضيف لها حوالي 3 كؤوس تاع الحليب، 3 كؤوس تاع الحليب اللي يرفد 220 مليلتر. يدي ما نحيهاش فوق النار، عفوا فوق الخليط، نقعد دائما نخلط بالفوي مليح. هنا ضفت الملح، شويه فلفل اسود، ونقعد نخلط بطبيعه الحال. دائما هنا كما راكم تلاحظوا فيها راهي بدات تعقد لي، يعني مش حطول لي بزاف، هي بالخف تشد روحها. فوالا نقعد نخلط 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 ونزيد نضيف لها حوالي 3 مثلثات لافاش كيري، يعني الفخوماج اللي راكي حابه ديريه اللي يذوب ديريه. انا هنا درت 3 حبات لافاش كيري مثلث. هنايا كنت طفيت على النار، راني درت الفرماج لداخل وراني قاعده نخلط مليح حتى يذوب.
من جهه رحت شديت المول تاعي كيما راكم تلاحظوا البنات. انايا كنت جهه ديجا كنت قليت لي فخيت، يعني قطعتهم على شكل دوائر كيما راكم تلاحظوا. لا بيشاميل تاعي راهي واجده والحشو تاعي راهو واجد كيما راكم تلاحظوا. شديت المول تاعي ادهنته كامل بالزبده، يعني الاطراف حتى من تحت، ونشد نحط لي فخيت تاعي نديرها كيما هذا الشكل. فوالا نفرش الطبقه الاولى، نزيد فوقها شويه لا بيشاميل، ندير وجه تاع لا بيشاميل. فوالا كيما راكم تلاحظوا، يعني تبعوا الطريقه بزاف سهله ومبسطه. انا كما قلت لكم لي فخيت تاعي كنت ديجا قطعتها بها الدوائر وكنت ديجا قليتها ووجدتها. فوالا هنايا نستوي كامل الوجه بلا بيشاميل. فوالا ومن جهة اخرى نروح نجيب الحشو تاعي اللي كنت ديجا طيبته معاكم وخليته يطيب. نفرغ كامل الحشو تاعي لداخل، ندير طبقة تاع الحشو تكون خشينة. فوالا نفرغ الخليط ونستوي الوجه كذلك كيما درت في لابيشاميل. ندير مع الحشو نمشي كامل الحشو في المول او فوق البطاطا او فوق لابيشاميل كيما راكم تلاحظوا. نمشي كامل الحشو ونستوي الوجه. فوالا يعني باش ما تجينيش جهه طالعه على جهه. فوالا نزيدو نديرو طبقه تاع لابيشاميل كذلك كيما درنا المره الاولى. نزيد نستوي كامل الوجه كيما راكم تلاحظوا. يعني ميم هاد لابيشاميل كي درت لها الفخوماج بزاف بزاف عطات واحد الذوق رائع رائع للكراتان تاعي بزاف، يعني زاد فيها النص. كيما راكم تلاحظوا البنات انا بعد ما استويت الوجه بلا بيشاميل زدت ضفت طبقه تاع البطاطا. فوالا نكمل نمشي كامل الوجه كيما راكم تلاحظوا هكذا. صرات لكم الفيديو كالعاده باش ما ياخذناش وقت طويل. فوالا مشي كامل عمري كامل الوجه تاعك اللي من الفوق ستويه. ونزيدو نضيفو بطبيعه الحال يعني الطبقه الاخيره واللي هي لا بيشاميل. فوالا نزيد كامل ندير لها على الوجه وبيان سور نزيد نستوي لها الوجه. البنات تبعوا برك الطريقه كيما راكم تشوفوا فيها اكيد حتنجح لكم واكيد حتجيكم بزاف بنينه. فوالا دوكا هنا البنات تجيبي اي نوع عندك تاع الفخوماج ديريه من الفوق. انا جبت يعني فخوماج من نوع المليح. انتي اي نوع عندك ديريه. من الاحسن البنات ديروا من الاحسن خلوها حتى تطيب قبل ومن بعد خرجوها ديروا لها الفخوماج وعاودوا ديروا المول تاعكم رجعوه للفوق باش يذوب لكم الفخوماج. وانا من جهه راني دايره الفور تاعي على 180 درجه. نفوت نشعلو من التحت من بعد نشعل لها من الفوق باش يزيد يحمر لي الوجه. ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم بعد ما يطيب. فوالا البنات شوفوا هنا بعد ما وجد لي الكراتا تاعي وبعد ما ذاب لي كامل الفخوماج من فوق شوفوا كيفاش جاني الله يبارك. ان شاء الله تسيوه وان شاء الله يعجبكم البنات. هنا نقسمها معاكم باش تشوفوا يعني كيفاش جاتني لداخل الكراتا تاعي. وصفه والله غير بزاف بنينه وسهله، ويعني اكيد الا جربتوها خطا اكيد حتقعدوا تجربوها. فوالا شوفوا لي برك الفرماج كيفاش ذاب لي الله يبارك. وبنة ولا اروع بزاف بزاف بنين.
بلا ما نحكي لكم على البنه. وكالعاده دائما البنات في الاخير نقول لكم ما تنساوش تدخلوا على قناتي، ديروا تفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله. واللي دخلت جديده نقولها يا اهلا وسهلا بك. وما تنساوش بارطاجيو البنات لاشين تاعي هكذا باش تزيد كما يقولوا تزيد تكبر بكم ان شاء الله. وما عليا غير نقول لكم اتهلاو في رواحكم وتهلاو في عميرتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. وما عليا غير نقول لكم سلام.